والماء في المغرب وصل درجة من الخطورة حتى أصبح جزءا من النقاش العمومي، بحيث أدى تراجع المياه السطحية إلى استنزاف المياه الجوفية. ولا نود الخوض في أسباب الظاهرة من تقلبات مناخية وتوالي سنوات الجفاف وغيرها من الأسباب. لتسليط الضوء على العلاقة الوطيدة بين الماء والصحة السليمة، سيتفضل الأستاذ عصام شملان والدكتورة نوال بن عبد الله لتنويرنا أكثر وتذكيرنا بأهمية الماء السليم للصحة السليمة. أيها الإخوة الكرام، ارتأت جمعية خلود هذه السنة الانخراط بدورها في النقاش العمومي الذي يدور في بلادنا حول ندرة الماء، لتدلي بدلوها وتقوم بدورها كجمعية فاعلة في المجتمع المدني بديناميكيتها المعهودة، والتي توجت بشراكة مع إدارة الجمارك وشركة أخرى مع المكتب الوطني للكهرباء لتمكين مساعد الصيدلي من التقدير التي تستحقه. ولا يفوتني هنا أن أنوه بالشراكة النموذجية التي كانت ولا زالت تجمعنا مع مسحة الشفاء، خصوصا الدكتور معاذ النوري الذي لم يبخل علينا بدعمه وتشجيع له. أيها الإخوة، لقد لفت حضور قيمة الماء في الخطب الملكية خلال الفترة الأخيرة، وهو الحضور الذي يعكس الاهتمام الملكي بالتدبير المائي التي سيرهن مستقبل البلاد. ونحن كمواطنين وجمعيات وراء صاحب الجلالة كما كنا وسنبقى لمواجهة كل التحديات لجعل المحن من إلى أهدافنا التي نتوخاها. الإسلام من شأنه أنه ينقذ وأنه يجيب عن الأسئلة التي تطرح، ونحن الآن نستفيد منه ولا نلغيه. والذين يريدون إلغاء الإسلام الآن يحلمون حلما طائشا، لأنهم المطلوب فيهم أن يغيروا الشعب، أن يغيروا الأمة، لا يغيروا القوانين، لأن هذه الأمة هكذا هي. وهي حينما تفكر بمنطق الإسلام، وهذا لهث ضائع وعبث كبير أن نتحدث مع الأمة من غير خارج هويتها واعتقادها واعتناقها. فحينما نتحدث من موقع الإسلام تكون الاستجابة أكبر وتكون النتائج أعظم. وحينما نريد أن نلغي شيئا لا يمكن إلغاؤه نكون قد سرنا في طريق لا يؤدي إلى شيء. أمتنا هذه كل يوم تعطيك الدليل تلو الدليل بأنها أمة مسلمة. في اللحظات التي تبحث فيه